حسد وبتحرقيها بتغمضي عينك 14 ثانيه. هي الورقه دايما بتبقى كبيره، هو تفتحي في الثانيه ال 15؟ لا، هم 14 ثانيه بالظبط. فممكن منى تولع في ال 15، يعني ما حدش عارف حاجه غلط. لا اله الا الله. للاسف نشوف اللي بعده. راجل بلجيكي والمذيعه داليا فؤاد وسفاح التجمع، الثلاثه دول بيتربطوا بحاجه واحده بس، وهو مخدر الجي اتش بي. 95% من الاحاديث الموجوده في كتب الحديث بما فيها اسانيد البخاري ومسلم، كل اسناد منها من ال 95% يتضمن ما لا يقل عن راو واحد مجهول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي أيها الفام العظيم، وحشتوني. أو في مقولة أخرى، فيديو جديد، أحداث جديدة. قبل ما نبدأها ما تنساش تقوم تصلي العشاء، المغرب لو فاتك أي فرض من فروض ربنا، فمش محتاج أقول لك إن الصلاة أهم مني ومن الحاجة اللي بقدمها ومن أي حاجة أنت ممكن تعملها تاني. ويلا بينا نبدأ الفيديو. مين دول؟ إيه كل دول؟ ورقه لورا اللي هي اللي بنحطها بنحطها في الشوربه في التوربه والفراخ وكده. عشان بعض دول بيسموها ورقه الغار. طب ما هي ورقه اللورا دي ما بتستحملش ان انا اكتب عليها اي حاجه؟ لا. دي ورقه هشه قوي يعني. ما لا انت بتجيبي قلم احمر بتكتبي يا دوبك بطرفه. وانا عايزه اقول لك انا كل الحاجات اللي بقولها لك دي حاجات انا عن تجربه سنين طويله. هجيب ورقه لا، هي طالما عن تجربة فاحنا لازم نفهم بقى. لورا اللي هي بحطها في الشوربه بالظبط. واجيب قلم احمر، لازم قلم احمر، ما ينفعش قلم ازرق، ما ينفعش قلم رصاص. لا لازم يكون القلم ليه بقى؟ يعني ليه ما ينفعش قلم أحمر قلم رصاص؟ يعني ليه؟ لونه احمر بيكتب لان احمر. كل لون في الاقلام ليه طاقه. طاقة. يعني أنا كل ده فاهمكم طبخ، يعني أنا لسه ما وصلتش معاكم، حتى مستغرب المنشن، أنا مالي بس إيه بقى علاقة ورق اللورا بالقلم الأحمر بالطاقة؟ طيب فالاحمر هو طاقه التفعيل الحقيقيه. هكتب مثلا على ورقه اللورا دي مثلا منى، انا متخيله ان منى بتحسدني فاقوم كاتبه منى. طيب. وبتكتبي من ناحيه منى ومن الناحيه الثانيه حسد وبتحرقيها بتغمضي عينك 14 ثانيه. هي الورقه دايما بتبقى كبيره. هو تفتحي في الثانيه ال 15؟ لا، هم 14 ثانيه بالظبط. فممكن منى تولع في ال 15، يعني ما حدش عارف حاجه غلط. امشي بالقلم احمر الثانيه ال 14 عشان نزيل الحسد. اوعي تقري بقى المعوذتين وجو التحصين بتاع المسلمين ده. اتفضلي. دايما الورقه لازم تبقى سليمه. تمام. وبتتحرق. منى ولا الورقه؟ عشان انا معلش انا بسقط منكم حاجات مهمه. انت فصلتي طاقتك عن طاقتها. اكتب من ناحيه منى ومن الناحيه الثانيه حسد. وتحرقي الورق، فانت كده فصلتي طاقتك عن طاقتها. طب وانا بقى اعرف منين؟ يعني معلش ده سؤال مهم بقى، اعرف منين ان منى اللي حسدتني؟ ما بيبانش. يعني انا لو حد حسدني، لو حد نتشني عين، مش هبقى عارف. وعشان مش هبقى عارف فانا بحصن نفسي. انا اعرف من ايه؟ افرض منى كويسه، ظالمه منى ليه معاك؟ لا اله الا الله. كده عاملين لي منشن تاني فيديو. حصنوا نفسكم بالقران يا جماعه، فككم الكلام العبثي ده. انا اي حاجه ما بطلعش اقولها غير بعد ما ببقى انا جربتها فتره طويله وشفت نتيجتها. انا يستحيل تلاقيني قلت حاجه غير وانا واثقه منها. يعني يا جماعه هي بتنسب اي حاجه بتحصل لها للحاجات اللي هي بتجربها وبتطلع تقولها لك انت عشان تطبقها. يعني بجربتها على نفسي. انا بعتبر ان دي كارما. انا ما اقدرش اطلع اقول لك على حاجه انا مش متاكده منها، لانك ممكن تتضري. ازاي حته ان الحاجه لك مصادر كتير فلوس؟ بس الاول احنا بنجيب ورقه الغار. برضه ورقه اللورا انت ايه يعني؟ بتفك الحسد وبتجيب فلوس وبتعمل ايه ده؟ ورقه اللورا نفسها مستغربه من اللي بيحصل. بنكتب عليها 520 بالانجليزي 520، وبرضه بتتحرق بالشمعه. واحده يعني انا عايز فلوس فاجيب برضه ورقه اللورا واكتب عليها 520 بالانجليزي. بس حضرتك ما حددتيش لون الحبر دلوقتي، اعمل انا ايه بقى؟ بتتحرق بالشمعه 3 ايام او 7 ايام، وبتحطي وراها المبلغ اللي انت عايزاه. وانا عايزه اقول لك ده عن تجربه. يعني انا عملتي كده كتير لما كنتي مثلا محتاجه فلوس او حاسه ان كتير، الفلوس لدرجه ان انا في اوقات كنت احط طويلة. رقم ويعني ما تخيلش انه ممكن يجي، ما يعديش الاسبوع ان انا اقول ان انا عايزه في خلال اسبوع الرقم الفلاني. طب انا عايزه في خلال اسبوع 2 مليون جنيه. ما هو بصي احنا بنقول انا بقول لك اهو نجرب. انت بتبداي من اعلى نقطه عندك. ممكن يبقى في شخص اعلى حاجه عنده 1000 فيطلب مثلا 3. حد في حدود المعقول، مش المعقول، في حدود طاقتك. كل ما طاقتك هتعلى هتاخدي من اعلى نقطه فيها طاقتك. معلش بس هتاخدي منين؟ عشان الحوار كبر قوي وورقه اللورا متضايقه مننا دلوقتي. انت يتعدلك بامانه والله. انا دلوقتي اكتب على ورق اللورا مليون جنيه واحرقها، وفي خلال من 3 ايام ل7 ايام هتكون المليون جنيه عندي حسب طاقتك. والجميل بقى ان هي رمتها حسب ايه؟ حسب الطاقه.
يعني انت مثلا طلبت 10000 طب ما جوش، تبقى هي كدابه؟ لا، يبقى انت اللي طاقتك ما تجيبش 10000. فاشل حتى في الشمعة ورق اللورة. عارفين احلى حاجه ان كلنا حافظين الفاتحه، فاتحه الكتاب، وتحديدا اياك نعبد واياك نستعين. بنستعين على ربنا في قضاء حوائجنا، بندعي. يعني جرب كده ما تطلبش من حد، جرب تنزل تطلب من ربنا بس بصدق. نكمل ولا ما نكملش؟ ممكن يبقى بياخد 150,000 في الشهر، آه. فهو هيبدا من ال 150 يقول 300 مثلا يعني هي نسبه وتناسب بالنسبه للمبلغ اللي هو بياخده بالظبط، شويه بشويه لغايه لما يعلي طاقته عشان يقدر يجذب. دي متجربه، انت جربتيها اكتر جربتها. وفي ناس كتير انت يعني نصحتيهم بيها وجربوها وجالهم فلوس. ده حقيقي، بيكتب الرقم وبيكتب وراه المبلغ اللي هو عايزه، وبرده بتتحرق على ورقه في الشمعه وبتجيله الحاجه. عجباني الثقه بجد، بتكلم بثقه ان الموضوع يعني تجربه علميه بتكرر وبتحصل وحصل في مختبر. لا مش هي قاعده في المطبخ كتبت على ورق لورا وقال لك بس خلاص هو ده مصدر الرزق في 2024. والله ربنا ينجينا. انتوا عارفين ان في اقوام اتخسف بيها الارض بجد عشان ذنوب اقل من اللي احنا بنعملها بكتير؟ احنا الحمد لله ان احنا متسابين. لا اله الا الله. للاسف نشوف اللي بعده. راجل بلجيكي والمذيعه داليا فؤاد وسفاح التجمع، التلاتة دول بيتربطوا بحاجة واحدة بس، وهو مخدر GHB. الأمن قبض على راجل بلجيكي مع المذيعة داليا فؤاد في فيلتها بحوزتهم مخدر GHB، والمخدر ده اللي كان بيستخدمه سفاح التجمع لاستدراج الفتيات، ده لأن المخدر ده بيدخل الستات والبنات في حالة من الهلوسة والخضر الكامل وفقدان للوعي. طيب دي نصيحة كانت بتتقال لنا كتير قوي زمان، فاحنا حابين نقولها دلوقتي. تشربيش حاجة من ايد حد ما تعرفيهوش. حلوين؟ حتى لو كان مدرس انجليش، حتى لو كان حد ساكن في فيلا واو، حتى لو كانت مذيعة. شفتوا الموضوع واصل لفين؟ فاحنا يا جماعة ننبه على عيالنا بعد اذنكم. ننبه عليهم على ايه ولا ايه؟ يعني نبدأ من عند اللبس، بعدين الاختلاط. ما هو كتر الاختلاط هو اللي بيولد بقى يلا هنجيب فرصة، فالفرصة عايزة GHB علشان يبقى الموضوع سهل. فحبيبتي لو خايفة على نفسك تشربيش حاجة من حد، ابعدي عن الاختلاط. ولو انتوا كأهل خايفين على عيالكم فيا ريت توعوهم. مسكين معاها يعني مخدر يكفي ان هو يخدر بنات مصر كلها تقريبا. لنا الله. هل سيظهر المهدي؟ أحاديث المهدي لا تصح. يا راجل أنت لا تؤمن بها؟ لا أؤمن بصحتها الآن أم لم تكن تؤمن بها من الأساس؟ لا الآن، أنا أيامها كنت أظن أنه سيكون مهدي. ضحية الثقافة، ضحية ثقافة، نحن جميعا ضحاياها. لا إله إلا الله. جمهور الأمة وجماهير العلماء. لا إله إلا الله. الإكراه في الدين والتمييز بين الناس في حقوق الدنيا بسبب الدين، بأحاديث مكذوبة منسوبة إلى النبي زورا، وأفهام باطلة منسوبة إلى نصوص القرآن. فين يا حاج؟ مين فين؟ مش احنا قلنا ما بنقولش كلام في العايم صح؟ ولا هو يمكن قصده على الأحاديث المكذوبة مش قصده على الأحاديث الصحيحة؟ 95% من الأحاديث الموجودة في كتب الحديث بما فيها أسانيد البخاري ومسلم، كل إسناد منها من ال 95% يتضمن ما لا يقل عن راو واحد مجهول. 95% من احاديث البخاري ومسلم؟ بجد جبتها منين دي؟ ولا انت هتروح تطعم في كتب الجرح اصلا نفسها؟ ما عشان ابقى فاهم انت هتعمل ايه. وبعدين يعني انا اسف، يعني ما عليك من البخاري ما عليك من مسلم، الاربع مذاهب قبلهم، يعني احكامك الفقهيه والدين اللي انت هتمشي عليه موجود من قبلهم. يعني البخاري ومسلم لو حطيناهم كده ايه اللي هيتغير في الدين؟ ولا حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. الواحد بس بيتضايق ان يعني ليه؟ ما اكيد يعني مش هيحصل لك شهره يعني من حاجه زي كده، او هتحصل لك شهره مش كويسه يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. الذين اشتغلوا اليوم قضية فلسطين، لو سألنا هؤلاء الذين اشتغلوا اليوم قضية فلسطين، لو قلنا كيف تتنزه من بولك، والله ما يعرفون. التنزه عن البول عند الفقهاء بأمرين. طيب هو الشيخ كان بيتكلم في احكام الطهاره، كان بيقول ان كل الناس اللي مشتغله بقضيه فلسطين هم ما يعرفوش احكام الطهاره، وبيحلف بالله على كده. طب يا شيخ انا عارف احكام الطهاره وانا منشغل بقضيه فلسطين وانت شلت الذنب. اللقطه بقى ليه؟ طب يا سيدي لقيتهم منشغلين في قضيه فلسطين، روح علمهم انت احكام الطهاره. عيب. بمناسبه بس يا جماعه قضيه فلسطين، فنتنياهو المحكمه الدوليه حكمت عليه ان هو يتسجن. هو مطلوب القبض عليه، مطلوب القبض عليه في 124 دوله. الخبر حلو بصراحه، ولكن هو ممكن حلاوته تكمل لو اتقبض عليه فعلا، لان هو حاليا في الكيان المحتل وامريكا هتفرض عقوبات على المحكمه الدوليه بجاحه. المهم يعني في دول قالت احنا هنسلمه، زي هولندا، زي دول الاتحاد الاوروبي قالت ان هم هيتسلموا لو في حاله وجود نتنياهو في اي مكان من دول. النيجر ما اعرفش ليه قالت انها تستقبله. المهم اشوفك الفيديو اللي جاي اللي هو ان شاء الله يكون يوم السبت. وخلاص الحمد لله يعني، لا انا مش هقول لك خلاص وهلتزم عشان انا لا
انا خلي لك مفاجاه. استناك على انستجرام. ليه استناك على انستجرام؟ ما انا امتى قلت لك استناك على انستجرام؟ انا ليه بقول الكلام ده؟ يا سيدي الانستجرام، وتعالى نتقابل على انستجرام. لو في اي فيديو عايز نعمل عليه كومنت او نشوفه مع بعض او نتشاور في هذه القضيه، اعمل لي منشن على تيك توك او على انستجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.